اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هو الحلقه السابعه من مجموعات كاس العالم ومن تجهيزات كاس العالم. المجموعه اللي بتضم مصر، بلجيكا، ايران، ونيوزيلندا. خلينا نتكلم عن المنتخب المصري وحظوظ المنتخب المصري، هل هيحقق اول فوز في تاريخه في كاس العالم ولا لا. وهنتكلم عن المنتخب المصري بالتفصيل، وهنقسم حتى الفترة ما بين كأس العالم 2022 ل 2026 هنقسمها فترات نقدر نتكلم فيها عن حسام حسن، نقدر نتكلم فيها عن روي فيتوريا، نقدر نتكلم فيها عن اللعيبة المستبعدة، عن حمزة عبد الكريم، عن الاستبعادات، استبعاد مصطفى محمد طبعا، استبعاد محمد شحاتة. وهنتكلم عن كل التفاصيل دي. بس قبل ما نخش في التفاصيل متنساش تعمل لايك، كومنت، شير، سبسكرايب، تفعل زر الجرس، وتشوف البلاي ليست بتاع ماذا لو اللي موجود في الشانل، تشوف البلاي ليست بتاع سلسله ذكريات كاس العالم موجود في الشانل، تشوف البلاي ليست بتاع تجهيزات كاس العالم، تشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنى الحلقات الجايه. يلا بينا نخش في تفاصيل المجموعه. طيب نبتدي الاول بالفرق دي وصلت هنا ازاي. فهنقول ان المنتخب الايراني قدر يتصدر المجموعه بتاعته اللي فيها منتخب اوزبكستان، منتخب الامارات، قطر، كرغيزستان، والمنتخب الكوري الشمالي. نيوزيلندا وصلت التصفيات بتاعتها، لعبت فيجي في نص النهائي كسبتها 7-0، ولعبت نيو كاليدونيا في النهائي وكسبتها 3-0 عشان تتأهل مباشرة لكأس العالم. منتخب بلجيكا كان في صدارة مجموعته اللي ضمت ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، وليشتنشتاين. المنتخب المصري قدر يتأهل في صدارة مجموعته، متفوقا على بوركينا فاسو، متفوقا على غينيا الاستوائية، على اثيوبيا وسيراليون وجيبوتي. بما اننا بنتكلم عن المنتخب المصري بقى، فتعالى نبتدي بالمنتخب المصري نشوف هو ايه دنيته. طيب المنتخب المصري كان مع كيروش طبعا في 2022، خسر النهائي قدام السنغال في كاس الامم الافريقيه ضربات الجزاء، خسر التاهل لكاس العالم 2022 بضربات الجزاء، فتم بعديها اقاله كارلوس كيروش. خلاص مشوه، اعتبر ان هو فشل، رغم ان هو واقعيا ما فشلش، لكن اعتبر ان هو فشل وقرروا ان هم ايه، يلا من هنا. طيب تم تعيين روي فيتوريا. روي فيتوريا ده كان اول منتخب يمرنه. الناس كانت متفائله بيه وجاي من الدوري السعودي والكلام ده كله، ودرب في الخليج والدنيا تمام. وبالفعل ما تاخرش كتير، شفنا الماتش الودي اللي كان ما بيننا وما بين بلجيكا. كان بلجيكا بتستعد لكاس العالم، كان معاها المغرب، فقررت تلاعب مصر واحنا قدرنا نكسبهم 2-1 في نتيجه كانت مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لنا او بالنسبه لناس كتيره. وقدرنا ان احنا نفوز على بلجيكا، وكان بالنسبه لنا ده زي ايه اللي هو احتفاليه، اللي هو احنا واضح ان احنا جايين على ايام بقى وهنشوف كرة هجوميه ونشوف المنتخب بيتألق والكلام ده كله. طيب اول حاجه كانت بعد كاس العالم 2022 كانت بطوله كاس الامم الافريقيه 2023 تحت روي فيتوريا. قدمنا بطوله كارثيه بكل المعنى الحرفي. يعني ايه؟ ان احنا كان معانا في المجموعه كاب فيردي، كان معانا موزمبيق، كان معانا غانا، المفروض كنا نتاهل بسهوله متصدرين للمجموعه 9 نقط. اللي حصل ان احنا بعد ما كنا كسبانين موزمبيق 2-0 اتعادلنا معاهم 2-2، ولعبنا غانا تعادلنا 2-2، وبعد كده الماتش الاخير لعبنا البدلاء بتاعه الرأس الاخضر او كاب فيردي تعادلنا معاهم 2-2 برضه بالعافيه عشان نتأهل من المجموعه ب3 نقط ب3 تعادلات. طيب جت في طريقنا مين؟ كونغو الديمقراطية. قلنا حلو نقدر نعديها، لعبناهم اتعادلنا معاهم 1-1، اتطرد مننا لعيب، خدونا لغاية ضربات الجزاء، كسبونا في ضربات الجزاء، طلعنا من دور ال16. في المباراة الشهيرة طبعا اللي عندنا أبو جبل فضل ينط في ناحية واحدة على أساس إن اللعيبة هتفضل تغير. هم لو بينط في ناحية واحدة كانوا بيلعبوا له الكرة في الناحية التانية على طول، وانتهت البطولة الكارثية. طبعا اللعيبة كانت واخدة ألم في نفسها من ساعة افريقيا اللي هي كانت في 21 وفي كاس العالم تصفيات ان انت وصلت مع السنغال للاخر. فاللعيبه كانت كتير منها واخد قلم في نفسه، مع كمان اصابه محمد صلاح وخروجه من المنتخب في نص البطوله. فده كل العوامل دي ادت في النهايه الى المشاركه الكارثيه بالنسبه للمنتخب المصري. طيب فايه اللي حصل؟ يلا بقى اطرد لي روي فيتوريا ده بقى، خلاص مش نافع. كمان كان في كلام ان هو المرتب بتاعه عالي بالدولار، عمله صعبه والكلام ده كله، وكان في صعوبه في توفير راتبه. فقال لك ايه، انت فشلت يلا اطلع بره. طيب جه الوقت ان احنا نفكر هنعين مين. كان عندك احتماليه كبيره ان انت تجيب هيرفي رينار. هيرفي رينار طبعا اسم معروف في القاره الافريقيه، تألق في القاره الافريقيه كتير جدا من ساعه ما ظهر مع زامبيا وكسب معاهم كاس افريقيه في حاجه كانت مفاجاه كبيره، لغايه ساحل العاج، لغايه المغرب، كل الحاجات اللي هو لعب او درب فيها المنتخبات بتاعتها في افريقيا، ووصل بيها انجازات عظيمه جدا سواء في افريقيا او في لعبه في كاس العالم.
وعلى الناحيه التانية بدا الصوت اللي بيستمر كل ما نقيل مدرب ان هو ايه، نعين حسام حسن. حسام حسن لازم ياخد دوره في التدريب، على اساس ان دي حاجه بتتم بالدور. المهم هو قال لك ايه النقطه بتاعتهم يعني، ان احنا خدنا المدرب المصري اللي هو كان حسام البدري، وخدنا المدرب المصري اللي كان ايهاب جلال الله يرحمه، ودول كانوا الافضل على الساحه. فحسام حسن كان الافضل على الساحه في فتره معينه، فبالتالي هم كانوا شايفين ان دايما اي فرقه هو بيمسكها بيقدر يقدم بيها اداءات كويسه. هل حقق بطولات؟ لا، هو مجرد اداء كويس وخلاص. طيب، فالنهايه تم تعيين حسام حسن زي ما بيقولوا ايه، اهي فرصه، هم طالبين حسام حسن وهو مدرب مصري هيقبض بالجنيه المصري، فبالتالي هنوفر كتير في الفلوس، فيلا ايه، يلا حسام حسن خش. و هيرفي رينار استبعدوا الفكره بتاعت التعاقد معاه وتم تعيين حسام حسن. هيرفي رينار ده اللي احنا كمنتخب مصر كل ما نيجي نحاول نتعاقد معاه يبقى مرتبط بعقد مع منتخب، وكل ما هو يبقى فاضي احنا نبقى مرتبطين بمدرب تاني، فبالتالي حتى الان مش عارفين نتلم مع بعض. مع العلم ان احنا كان زي ما بقول لك كان عندنا فرصه كبيره ان احنا نقدر نجيبه، لان هو كان بيدرب منتخب فرنسا للسيدات، وما كانش هناك يعني حاسس بنفسه كمدرب او كحاجه، فبالتالي كان عاوز يمشي من المنتخب الفرنسي للسيدات. نيجي بقى لمرحله حسام حسن. مرحله حسام حسن نقدر نقسمها جزئين: الجزء الاول قبل كاس الامم الافريقيه 2025، والجزء الثاني بعد كاس الامم الافريقيه 2025. طيب خلينا نقول او نبتدي في البدايه. كان عندك طبعا التصفيات بتاعت كاس العالم والتصفيات بتاعت كاس افريقيا بتاعت 2025. تصفيات كاس افريقيا 2025 انت قدرت تكسب كاب فيردي الاساسي اللي انت كنت بتتعادل معاه بالعافيه بالاحتياط بتاعه، قدرت تكسبه الاساسي وتتعادل معاه في الماتشين اللي لعبتهم معاه وتتاهل لكاس الافريقيه بسهوله، وما خسرتش ولا ماتش في التصفيات. تصفيات كاس العالم معاك بوركينا فاسو مع غينيا الاستوائيه، كسبت كل المنتخبات على ارضك وبره ارضك، اتعادلت مع غينيا الاستوائيه وبوركينا فاسو اللي هم اقوى فرقتين في المجموعه يعتبر يعني، وكسبت بقيه الماتشات فتاهلت مباشره. فطبعا نقطه للمنتخب او لحسام حسن كان بيقولها قبل كاس الامم الافريقيه: انا كسبت كل الماتشات الرسميه بتاعتي، انا كسبت التصفيات كلها، ما خسرتش ولا ماتش، اهلت لكاس العالم بدون خساره ولا ماتش. المهم احنا شايفين طبعا ان التصفيات كانت سهله، شايفين ان سواء افريقيا او كاس العالم التصفيات كانت سهله، لان زياده عدد المنتخبات ل 48 فريق ادى الفرصه ان كل المنتخبات الافريقيه القويه تتاهل. وكان عنده ماتشين وديين. الماتشين الوديين دي كانت زي دوره وديه. الدوره الوديه دي كانت بمناسبه افتتاح كاس العاصمه الاداريه، اللي هو الاستاد بتاع العاصمه الاداريه، اللي هو واحد من اقوى واحسن الاستادات في مصر. جابوا له نيوزيلندا وتونس وكرواتيا. لعب نيوزيلندا في الماتش الاولاني. نيوزيلندا على فكره اللي معانا في المجموعه، كسبنا نيوزيلندا 1-0 بضربه جزاء من مصطفى محمد بالعافيه، واداء زي الزفت. طبعا اداء زي الزفت ده مستمر معانا في التصفيات، مستمر معانا في كل حاجه لغايه كاس الامم الافريقيه دي زي ما قلت لك المرحله الاولى. بعد كده اتاهلت، هتلعب كرواتيا في النهائي. كرواتيا ادتك 4-2 بسهوله جدا، انت تعتبر ما ظهرتش في المباراه يعني، وكانت مباراه زي الزفت. بعد كده كان عندك برضو بطولة ودية. البطولة الودية دي كان معاك فيها إيران وأوزبكستان والكاب فيردي. فلعبت أوزبكستان في أول ماتش خسرت 2-0، مع العلم إن أنت لو كنت كسبت كنت هتلاعب إيران اللي معاك في المجموعة، كسبت ما لعبتهاش لأنك خسرت 2-0 من أوزبكستان. أوزبكستان اللي أعلى اسم فيها هو خوسانوف، وطبعا برضو أداء زي الزفت. وبعد كده لعبت كاب فيردي، فنزلت بالاحتياطي واتعادلت معاهم وكسبتهم بضربات الجزاء عشان تحرز المركز الثالث، واداءات زي الزفت واداء مزري، والناس قرفانه والناس طهقانه من المنتخب. عشان يجي لك فرصه انك تحسن الدنيا، عندك اهو كاس العرب قبل كاس الامم الافريقيه، فرصه ليك تحسن الاداء، وانت كان عندك فرصه تلعب المنتخب البرازيلي وحسام حسن رفض وقال لك لا. طيب نيجي للحته بقى بتاعه الكاس العرب. رفض يلعب كاس العرب، قال لك انا مش لاعب كاس العرب، ابعت لي فريق تاني، فريق انا مش محتاجه. حتى ما حاولش يضم شباب، ما حاولش يضم لعيبه ذات اللي هو ناس عاوز يجربها، ما حاولش يضم اي لعيب. قال لك يلا حلمي طولان وروح يا حلمي طولان. طبعا بيقال ان اتحاد الكوره اختار حلمي طولان واختار احمد حسن واختار عصام الحضري عشان كان ما بينهم مشاكل ما بين حسام حسن، وان هم مش طايقين حسام حسن والكلام ده كله. بغض النظر عن الكلام ده، حلمي طولان راح بمنتخب حاول يلم فيه اكتر لعيبه لعبت في المنتخب قبل كده عشان يحاول ان هو يعمل اي اداء كويس. فشل في الكاس العرب فشل ذريع. اتعادل مع الكويت، اتعادل مع الامارات، وخسر من بدلاء الاردن 3-0 وخرج من المجموعه. ويزيد الدنيا غليان والناس تغلي اكتر، وهو مش راضي يلعب ماتشات كبيره ليه، وهو في ايه، وهو ايه اللي بيحصل، وليه مش راضي يلعب ماتشات كبيره، هو خايف يتهزم فيطرد قبل كاس العالم،
ومسيرك هتيجي وهتلعب ماتشات قويه، وانت كده هتطرد برضو، ما ناخد خبرات ونلعب فرق قويه والكلام ده كله. جت كاس الامم الافريقيه وسط شكوك كتيره جدا حوالين حسام حسن، علامات استفهام حوالين حسام حسن، وحاله غليان كبيره للشعب المصري. نبدا بدور المجموعات. دور المجموعات كان عندك فيه زيمبابوي ثم جنوب افريقيا ثم انجولا. كسبت زيمبابوي 2-1 في مباراه قدرت تكسب فيها في الثانيه الاخيره، رغم ان انت عملت كور خطيره كتير جدا. رحت لعبت جنوب افريقيا رغم طرد محمد هاني في الشوط الاول، قدرت تكسب جنوب افريقيا 1-0. فالناس بدات تهدى شويه بعد فوز جنوب افريقيا ده. وبعد كده لعبت بالبدلاء قدام انجولا، تعادلت 0-0. طيب، طلعت دور ال 16. دور ال 16 لعبت بنين، قدرت تكسب بنين بالعافيه 3-1. فبالتالي الناس بدات تقلق تاني، اللي هو في ايه. فرحت جاي في دور ربع النهائي لعبت ساحل العاج. كل توقع ساحل العاج هتطلعنا. المنتخب المصري لعب مباراة كبيرة جدا، قدر ان هو يكسب فيها 3-2 ويطلع كوت ديفوار او ساحل العاج. وطبعا زي ما بقول لك احنا بداية افريقيا دي بداية المرحلة الثانية لحسام حسن. نص النهائي لعبت السنغال. السنغال كسبتك بهدف ساديو ماني بالعافية، تسديدة من بعيدة جدا خبطت في اللاعب ودخلت، فالكل قال تمام. بعد كده نيجيريا الماتش الثالث والرابع بدأت تنزل جزء من الاحتياط يلعبوا، واتعادلت مع نيجيريا ورحت ضربات جزاء، هم كسبوك هناك مش مشكلة. انت مش فارق معاك تالت ورابع طالما مش بتلعب على الذهب، فمش مهم قوي. بس طبعا كان يفرق معاك لو خدت ميدالية برونزية. اداء المنتخب المصري في البطولة كان بادي سيء، لكن بدأ يتحسن مع الوقت. وكمان ماتش ساحل العاج بالذات كان نقطة تحول في علاقة المنتخب المصري بالجمهور او حسام حسن بالجمهور. الناس اعترضت ان في ماتش السنغال انت ما هاجمتش، ما حاولتش تلعب وتهاجم وتجيب اجوان لغايه ما هم قدروا يجيبوا فيك جون بالحظ، فبالتالي ما قدرتش تعمل حاجه بعديها. وبعد كده قدام نيجيريا كان اداء كويس. فالناس الى حد ما شايفه ان حسام حسن واتحاد الكوره اللي كان قايل له اقل حاجه تجيب نص نهائي، فهو جاب نص نهائي. اتحاد الكوره كان تمام، والجمهور المصري بالنسبه له الدنيا كانت تمام برضه. بالتالي تم تجديد الثقه في حسام حسن وان هو هيكمل، والناس بقت مبسوطه. وكده كده هنتكلم عن طرق اللعب، ادونا بس ثواني وهنبتدي في طرق اللعب. وبدا التجهيز ان حسام حسن مكمل معانا كاس العالم خلاص، فاهدى حسام حسن وتعالى نجهز لكاس العالم. وبدات التجهيزات، واول مباراه كانت المباراه الوديه ما بينك وما بين السعوديه، كانت المفروض تتلعب في قطر، اتنقلت للسعوديه على الارض السعوديه. وقدرنا نكسب المنتخب السعودي 4-0 في مباراه هجوميه قويه جدا من المنتخب المصري. وبعد كده رحت لعبت اسبانيا في اسبانيا في قلب كاتالونيا، وقدرت تتعادل معاهم 0-0 رغم ان اخر المباراه اتطرد منك حمدي فتحي، وقدرت تصمد قدامهم. دول ابطال اليورو واحد المرشحين الاقوياء ان هم يلعبوا ويفوزوا بكاس العالم. فانت قدرت تلعب معاهم وكنت ند قوي ليهم وجبت كور في العارضه جبت كده. فالماتش ده برضو واحد من نقط التحول اللي ادت اراء ايجابيه لحسام حسن. وكل الحاجات دي او كل الطريق ده عمال يديله زقه لقدام زقه لقدام وثقه زياده وثقه زياده، لغايه ما بقى الشعب المصري كله وراه. قبل كاس العالم قبل كاس العالم على طول المفروض عندنا يوم 28 عندنا ماتش ضد روسيا في العاصمه الاداريه الجديده، استاد العاصمه الاداريه الجديده. وبعد كده هنسافر امريكا، هنلعب البرازيل هناك ماتش ودي، ماتش كبير اهو. وبعد كده هناخد بعضنا ونبتدي البطوله بتاعتنا هناك مع بلجيكا. طيب، طرق اللعب اللي المنتخب المصري لعبها. المنتخب المصري عنده طريقتين اللعب بتوعه كانوا ان هو يا بيلعب 4-3-3 او 4-4-2، يا بيلعب بثلاثة في قلوب الدفاع 3-6-1 او 3-5-2 3-4-3، زي ما بتيجي بقى التشكيلة بتاعته. لو هو عاوز يدافع بيلعب بالثلاثة. عنده المدافعين بتوعه، عنده رامي ربيعة، عنده ياسر ابراهيم، عنده حسام عبد المجيد، عنده محمد عبد المنعم لسه راجع من الاصابة. فانا شايف ان هو الخط الدفاعي بتاعه ممتاز. عنده الباكات اليمين ما عندوش غير محمد هاني، والبديل بتاعه حتى يعني مش شايف ان هو يقدر يلعب. فحتى لو محمد هاني اتصاب اعتقد ممكن يجيب امام عاشور، ممكن يجيب زيزو، عنده خيارات يلعب فيها كبديل. يعني ناحية الشمال محمد حمدي طبعا اتصاب اصابه الصليبي في افريقيا اللي فاتت. فانت عندك احمد فتوح هيلعب اساسي، والبديل بتاعه كريم حافظ. في وسط الملعب عندك لعيبه برضو، عدد لعيبه كويس. عندك حمدي فتحي، عندك مروان عطيه. انا كنت شايف ان محمد شحاته هيجي معانا المنتخب، انا مش شايف ان استبعاده كان قرار صحيح. لكن انت عندك برضه مهند لاشين، وحمدي فتحي بيقدر يلعب قلب دفاع، يقدر يلعب في وسط الملعب. وعندك مهند لاشين وهو ضم برضه بعض اللاعبين. بس انا كنت شايف ان محمد شحاته اكثرهم خبره وعنده خبره في الاولمبياد، وهو مع الزمالك مقدم موسم كويس وفازوا بالدوري خلاص. فانا شايف ان محمد شحاته كان يستحق الانضمام لكاس العالم، قائمه كاس العالم.
وبعد كده عنده الاجنحه بقى، عنده زيزو وعنده تريزيجيه، وبعد كده هو بيلعب بمرموش كمهاجم، ما بيلعبش بيه كجناح. وعنده محمد صلاح، ممكن محمد صلاح ومرموش يبدلوا مع بعض يلعبوا جنب بعض وهكذا. وعنده امام عاشور طبعا في وسط الملعب يقدر ياخد الكره ويطلع بيها لقدام. فانا شايف ان التشكيله بتاعتنا كويسه. نيجي للاستبعادات، زي ما قلت محمد شحاته، انا كنت متضايق من استبعاد محمد شحاته، لكن في استبعاد تاني برضو او الاكثر جدلا كان استبعاد مصطفى محمد. مصطفى محمد انا من رايي ان هو يعني بغض النظر بقى، سيبك من الاستبعاد دلوقتي، مصطفى محمد اصلا اختياره للانتقال لنادي نانت الفرنسي اثبت خطأ القرار ده. اعتقد مصطفى محمد بقاله دلوقتي معاه 5 او 6 سنين مع نانت، مش محقق اي حاجه، محققش اي انجاز، مش محقق ارقام كويسه يعني. والفريق كل شويه يقعدوا دكه، يرفض ان هو بيعترض على الجولات اللي احنا عارفينها، الدعم ما اعرفش ايه. ف يعني هو عنده مشاكل كتير في فرنسا، ودي مش مشاكل انضباطيه، هي مشاكل تتعلق بالبلد ذات نفسه، ان هم رافضين الحاجات اللي هو بيؤمن بيها. فبالتالي انا كنت شايف ان انت اطلع مصطفى محمد من فرنسا خلاص، ما تحاولش تطلع اعلى في فرنسا. حاول تروح اسبانيا، حاول تروح ايطاليا، حاول تروح انجلترا. كل دول هيدوك مساحه ان انت الحاجات اللي انت مؤمن بيها تفضل عليها عادي بدون مشاكل. مش اخرها يعني يوم ما يبقى في حاجه في انجلترا هيغرموك او هيوقفوك ماتش، بس مش هيبقى في مشاكل زي اللي موجوده في فرنسا. فانت ضيعت وقتك في نانت الفرنسي على امل ان هم حد يشوفك ويعرف يتعاقد معاك، ده ما حصلش. ومؤخرا انت مستواك قلل بشكل كبير. انت مع منتخب مصر اول ما كنت بتلعب، انا عارف ان انت بقالك فتره ما بتلعبش مع منتخب مصر بشكل اساسي، اول ما كنت بتلعب كان عندك جفاف كبير برضه. فكل دي مشاكل ادت في النهايه الى ان حسام حسن يستبعد مصطفى محمد، غير المشاكل اللي ما بين اصلا مصطفى محمد وحسام حسن من قبل كده في التصفيات. فبرضه دي القت بظلالها على الموضوع. غير ان اصلا حسام حسن اثبت في الامم الافريقيه والماتشات اللي بعد الامم الافريقيه ان هو مش هيلعب بمهاجم اللي هو راس الحربه الصندوق. لا، انا عاوز ناس متحركه، عاوز ناس تجري، لان انا هلعب على المرتدات، هلعب على التحولات والكلام ده كله. فانت مش هتبقى مفيد عندي بالنسبه لي، رغم ان انا شايف ان هو هيبقى مفيد. فانت مش هتبقى مفيد بالنسبه لي في الموضوع ده. فقرر كمان ان هو غير الكلام ده ان هو ينزل بسن اللاعبين شويه. فبدل ما نجيب مصطفى محمد، خلاص مصطفى محمد يعتبر المفروض في المرحله اللي هو فيها دي يبقى البيك، هو مش في البيك بتاعه وخلاص في اواخر مسيرته نعتبر. فقرر ان هو يجيب حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم اللي هو راح برشلونه وعمال يجيب اجوان مع برشلونه، فبالتالي هتبقى فرصه كويسه ليه ان هو يلعب مع المنتخب. هو طبعا مش هيلعب بشكل اساسي، ولا هو ولا اللاعب بتاع انبي اللي هو ضمه برده، بس هو لعيبه شباب. وحمزه عبد الكريم زي ما بقول لك هم مش هيلعبوا، بس وجودهم مع المنتخب هيأثر معاهم. هو طبعا كان عندك صلاح محسن، كان عندك اسامه فيصل، كل دي لعيبه جت في خلال الفترات اللي فاتت. ناصر منسي جت بس ما حطتش البصمه بتاعتها، فبالتالي بيجرب حاجه جديده. او حمزه عبد الكريم، حته ان هو هيروح مع المنتخب كاس العالم، دي هتفيده مع نادي برشلونه، ان هو بقى لاعب دولي وهو لسه في شباب برشلونه. واللاعب بتاعت انبي جايز يبقى كويس ونبني عليه حاجات. فزي ما بقول لك هو مش هيلعب بيهم، بس وقت ما هيحتاج ان هو يلعب براس حربه هيلعب بيهم. من ضمن الحاجات برضو اللي عليها يعني علامة استفهام شوية حراس المرمى. انت جبت مصطفى شوبير وجبت محمد الشناوي، انا ما عنديش مشكلة في الكلام ده خالص، لكن الحارس الثالث والرابع اللي انت جايبهم عندي مشكلة معاه. مهدي سليمان والحارس الرابع يعني انا ما شفتهمش. بس كان الاقدر كان ممكن تجيب احمد الشناوي اللي مع بيراميدز، كان ممكن تجيب محمد صبحي او عواد اللي مع الزمالك اللي فاز بالدوري، كان ممكن تجيب محمد بسام اللي مع سيراميكا كليوباترا. فكان ده هيديك قوه اكتر في حراسه المرمى. بس هو ممكن يكون برضه، انا ممكن اديله العذر ده، ان هو شايف ان اول ما يبقى اللعيبه بقى اللي هم الحراس المرمى 4 حراس مرمى كبار، التبارز ما بينهم او التنافس ما بينهم ممكن ما يبقاش شريف. مش شريف ان هم هيسيبوا بعض، بس مش هيبقوا فرحانين لبعض. فبالتالي الافضل ان انا اخلي المنافسه ما بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، والباقي يبقوا ايه حراس يعني الى حد ما. مهدي سليمان عنده خبره اي نعم مش دوليه، كلها محليه في الدوري، بس مش مشكله. والتاني حارس صغير في السن برضه. فبرضه دي من الحاجات اللي ايه انا بالنسبه لي على بس في المجمل الاستدعاءات بتاعته انا ما عنديش معاه مشكله فيها. هو اختار اللعيبه اللي بتلعب معاه في المنتخب بدون مشاكل، واللعيبه التانية اللي ما بتلعبش هو عمال يبدل فيهم كل شويه على امل ان هو يلاقي حد يبقى كويس. طبعا كان ممكن يجيب اسلام عيسى، بس اسلام عيسى اتصاب بالصليبي في الماتش بتاع اسبانيا، فبالتالي خلاص ما بقاش معانا. فانا شايف ان الدنيا كويسه، وانا شايف ان رايي الشخصي ان مصر اخيرا هتحقق اول فوز ليها في كاس العالم.
وكمان انا منتظر بعد اللي شفته مع المنتخب المصري ان منتخب مصر يتأهل لدور 32 ويتأهل لدور ال 16 كمان. انا شايف ان احنا عندنا الامكانيه ان احنا نعمل كده، فانا متفائل الصراحه. هنشوف التفاؤل ده هيودينا لفين، بس انا متفائل. طيب تعالوا نشوف بقى بقيه المنتخبات اللي معانا في المجموعه، شوف دول بقى هنعمل فيهم ايه. معانا في المجموعه ومنافسنا الاقوى منتخب بلجيكا، اللي كان افضل نتيجه ليه في كاس العالم كانت مركز ثالث في 2018. 2022 طلعوا من دور المجموعات، فهم ادائهم عمال ينزل لان جيلهم الذهبي واقعيا انتهى بعد 2018، فما بقاش بقى فيه ولا هازارد ولا فيرتونجن ولا الدرفايلد ولا الكلام ده كله. خلاص هو الجيل في اخره، خلاص ما فاضلش غير كورتوا، ما فاضلش غير دي بروين، لوكاكو. دي بروين في اخر مسيرته راح نابولي واتصاب هناك اصابه كبيره وقعد فتره كبيره ما بيلعبش وهكذا. فبالتالي انا شايف ان انت بلجيكا انت تقدر، مستواها نزل كتير جدا عن ما كانت، ما بقتش منتخب العملاق اللي تخاف منه. طيب منتخب بلجيكا بقى اللي هو اتأهل ده دنيته عاملة ازاي؟ دنيته عاملة كالآتي: في اليورو كان معاه مجموعة فيها اوكرانيا وسلوفاكيا. رومانيا قدر ان هو يتأهل بسهولة في المجموعة دي، وصل دور ال 16، لعب فرنسا وخسر 1-0 وطلع. يلا، والتصفيات بتاعته كانت سهلة فتأهل. طب الماتشات الودية بقى، لعب مع امريكا كسب 5-2، ولعب مع المكسيك اتعادل 1-1، وعنده ماتشين وديين، واحد مع كرواتيا وواحد مع تونس قبل كاس العالم. طبعا مواجهة تونس دي تجهيزا لينا المنتخب المصري. المدرب بتاعهم رودي جارسيا على قده. النجوم زي ما قلت لك دي بروين وكورتوا ولوكاكو وجيرمي دوكو. لوكاكو كان مصاب اغلب الموسم برضه، عنده مشاكل في نابولي. دي بروين مشاكل في نابولي واصابات. فيعني انا من اللي منتظرينه كقوه هو كورتوا حارس المرمى وجيرمي دوكو. نيجي للمنتخب الايراني. المنتخب الايراني دي مشاركته رقم 8 في كاس العالم، كلها خرج فيها من دور المجموعات، فبالتالي ما عندوش انجاز يعني، فهو طبعا يطمح لانجاز ان هو يتاهل. كاس العالم اللي فاتت ما كانتش الافضل ليه، طلع من دور المجموعات برضه بكل سهوله. ماتشاته الوديه خسر من روسيا اللي احنا هنلعبها 2-1، تعادل مع كاب فيردي 0-0، وكسب بضربات الجزاء. وفي النهائي دي الدورة اللي كانت تجمعنا بيهم يعني، وفي النهائي لعبوا اوزبكستان وتعادلوا 0-0 وخسروا بضربات الجزاء. فخد بالك كده الدورة دي هو تعادل 0-0 في الماتشين وكسب بضربات الجزاء او خسر بضربات الجزاء. خسر من نيجيريا 2-1. نيجيريا دي اللي انت كسبتها ودي قبل الامم الافريقية وتعادلت معاهم في البطولة. وكسبوا كوستاريكا 5-0. ابرز نجومهم علي رضا جان بخش اللي لعب قبل كده في الدوري الانجليزي، ومهدي طريمي اللي كان بيلعب في انتر ميلان، دلوقتي ما بيلعبش في انتر ميلان، دلوقتي خلاص في اخر مسيرته خالص. فالمنتخب الايراني مشهور بقوته الدفاعيه اكتر منه الهجوميه، فانا شايف برضو ان هو في المتناول ممكن نكسبه 1-0 مثلا ويبقى كفايه علينا قوي كده. نيجي بقى للمنتخب النيوزيلندي. المنتخب النيوزيلندي تالت مشاركة ليه، آخر واحدة كانت في 2010، مش عارف يتأهل بسبب إن القارة بتاعته ضعيفة جدا. طبعا تصفياته سهلة والدنيا بتاعته سهلة، فبقى عنده ماتشات ودية، إمكانية لماتشات ودية كتير. المنتخب ما عرفش يلاقي ماتشات ودية قوية، فبالتالي ماتشاته الودية كانت ضعيفة، كانت في المتناول. تعادل مع الصين 0-0 وكسب الصين 2-1. خسر من السويد 4-1 وخسر من أستراليا 2-0. وتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1. خسر من اليونان 2-0 وأيرلندا كسبته 1-0. واحنا كسبناه وديا 1-0، وتعادل مع تونس وديا 0-0، وتونس كسبته بضربات الجزاء. واخر ماتشات وديه خسر من المكسيك 3-0، تعادل مع امريكا 1-1، وكسب هايتي 3-0، وكسب ماليزيا 4-0. خسر من ساحل العاج 1-0، خسر من اوكرانيا 2-1، خسر من استراليا 1-0 و3-1، خسر من بولندا 1-0، تعادل مع النرويج 1-1، خسر من كولومبيا 2-1، خسر من الاكوادور 2-0، وعنده قدام مع انجلترا قبل كاس العالم. هتلاقي ان هو ماتشاته كلها يعني اول ما بتبقى الفرق اقوى منه بيبقى بيطمح للتعادل 0-0 او 1-1 بالعافيه، والماتشات التانية اللي في فرق قوة واضح زي كولومبيا زي الاكوادور الكلام ده كله بيخسر على طول على الصفر. فانا شايف منتخب نيوزيلندي محترق، عنده مشاكل كتير، عنده سهولة ان انت تقدر تكسبه. هو بيتميز بالقامات الطويلة، ان هو هيبقى بالنسبة لك سخيف في حتة الضربات الحرة المباشرة، الضربات الثابتة الكلام ده كله. المدافعين هيبقوا طوال فهيقرفوك برضه، لكن انت قادر ان انت تفوز عليه. نجمه الوحيد او الحد الوحيد اللي نعرفه في الفرقة هو كريس وود، نجم نوتنغهام فورست وبس. طيب كترتيب مجموعة، انا نفسي ان منتخب مصر يبقى الاول، فهقول منتخب مصر رقم واحد، منتخب بلجيكا رقم اتنين، منتخب ايران رقم تلاتة، منتخب نيوزيلندا رقم اربعة. اعتقد لو مصر ضمنت مركز يا اول يا تاني، المجموعة دي مش هيبقى فيها مركز تالت. ده وجهة نظري، لان ايران ونيوزيلندا سهل جدا يتعادلوا مع بعض وينتهي الموضوع على كده. طيب
في النهايه لو وصلت الحته دي شكرا لك جزيلا. احب اسمع رايك في الكومنتات. هل مصر هتحقق فوزها رقم واحد في كاس العالم اخيرا بعد طول انتظار؟ هل مصر هتتاهل من المجموعه؟ هتتاهل في المركز الكام؟ ادائها هيبقى عامل ازاي؟ هل صلاح هيزود حصيلته التهديفيه عشان يبقى هداف مصر في كاس العالم لان ده يعتبر اخر كاس عالم ليه؟ مرموش هيعمل ايه؟ حمزه عبد الكريم هياخد فرصه ولا لا؟ كل الحاجات دي عاوزك ترد عليا فيها في الكومنتات. واحب افكرك انك تشوف البلاي ليست بتاعت ماذا لو في التشانل، البلاي ليست بتاعت تجهيزات كاس العالم، الحلقات اللي فاتت، الحلقه دي والحلقات الجايه تستناها. تشوف البلاي ليست بتاع ذكريات كاس العالم، عدينا على كذا كاس عالم بالذكريات بتاعته وفاكرين منه ايه الكلام ده كله، ايكونيك مومنتس اللي فيهم. ولو بتشوفنا على الفيسبوك اعمل لايك، اعمل شير للفيديو للصفحه. لو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل لايك، اعمل شير للفيديو للقناه، اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. شكرا لكم جزيلا.